مهما كنتوا ما بتحبوش القرنبيط بعد الفيديو ده انا متأكدة ان انتوا هتجربوه وهتحبوه. هيعجبكم جدا جدا. هيطلع مقرمش ولذيذ. هتحسوا ان انتوا بتاكلوا كده قطع فراخ بانيه مقرمشة كريسبي كده، او كمان تاكلوا جمبري كريسبي تحفة. بجد بجد من طعمه الخطير وقرمشته الرهيبة. وده هيكون من غير بيض ومن غير لبن، بوصفة اقتصادية جدا جدا. تابعوا معايا الفيديو ولايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس لو عجبكم الفيديو بتاعي. على طول كده هجيب حلة وابتدي انزل فيها بمعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون. وهبتدي انزل بالكرنبيط بتاعي بعد ما قطعته القطعة اللي انا محتاجاها. يعني عايزين تقطعوه اقل من كده كمان مفيش مشكلة، عايزين تقطعوه اكبر من كده مفيش مشكلة برضه، كل واحد وعلى حسب التقطيعة بتاعته. وهسيبه بالظبط 3 دقايق، واول ما اطلعه بعد ال3 دقايق ما يعدوا هنزل بيهم في مية متلجة. مية كده فيها قطع تلج، او مية فيها مية يعني حلة فيها مية ساقعة. بصوا 3 دقايق بالظبط هنشيلها كده. ودي طبعا خطوة مهمة جدا جدا لازم تعملوها. فضيت على طول المية اللي بتغلي دي، وعلى طول شطفت الحلة بتاعتي وحطيت فيها مية متلجة. وهنزل بالكرنبيت بتاعي واقعده كده دقيقتين كده ولا حاجة، واشيله بقى ايه من المية الساقعة دي، وابتدي اعمل معاكم الخليط السهل السريع اللي هيخليها تقرمش معايا وتبقى تحفة. شايفين زي ما قلتلكوا دي خطوة مهمة للقرمشة. ابتدي بقى اشيلها، سيبها بقى ايه تصفي المية بتاعتها. يفضل تحطوها في مصفى او حاجة. وبعد كده هنعمل معاكم الخليط البسيط اللي ولا فيه بيض ولا فيه لبن ولا فيه اي حاجة خالص. اهو. تعالى بقى نجيب طبق كده غويط، وابتدي انزل فيه بكوباية من الدقيق الابيض العادي، عليها ربع كوباية من النشا، عليها معلقة صغيرة من البيكنج باودر. المعلقة الصغيرة دي والنشا بيدوني قرمشة خطيرة، بيدوني قرمشة تحفة يعني. تمام. بعد كده هبتدي بقى انزل توابل ملح. هنقول نص معلقة صغيرة من الملح، وكمان عندي نص معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وممكن تحطوا كمان نص معلقة اختياري من الشطة. وطبعا اخيرا هنزل بنص معلقة صغيرة من الكركم. الكركم بقى اللي بيدينا اللون الحلو المقرمش بتاع اللي بيدينا شكل الفراخ البانيه او الجمبري المقلي. وابتدي بقى ايه اخيرا كده انزل عليها بمعلقه صغيره من الثوم المفروم، ودي طبعا بتبقى بتدينا ريحه حلوه قوي وطبعا طعم خطير. هبتدي بقى اقلبهم كده. ممكن ننزل عليهم بقى في هذه المرحله بلبن، او ننزل بميه زي ما انا ما نزلت. انا طبعا عشان بعمله اقتصادي فنزلت عليه بميه. لو حابين تنزلوا بلبن مفيش مشكله، لبن وبيضه. انا ولا حطيت لبن ولا حطيت بيض، بس انتوا لو عايزين بقى تحلوا اكتر من طعمه انزلوا ببضايه وزودوا شويه لبن صغيرين. بقلب بقى، عايزه الخليط بتاعي يكون زي خليط الكيك كده، يكون ماسك نفسه. دي بقى كده رابطه من الكزبره الخضراء. لو حابين تحطوا شبت برضو حطوا شبت، الخضره بتبقى حلوه قوي مع الكرنبيط. بقلب بقى كده، وده الخليط الجاف بتاعي. وابتدي انزل معاكم كمان بالخليط السائل. خليط الجاف انا اسفه. عباره عن برضو كوبايه من الدقيق، عليها برضو ربع كوبايه من النشا. وهبتدي انزل بنفس التوابل اللي نزلت بيها في الخليط الجاف، هنزل بنفس التوابل، مع اختلاف ان انا هنا هنزل زيادة بمعلقة من الثوم البودر. معلقة من الثوم البودر، وكله زي ما هو الملح والفلفل الاسود والكمون وسنة الكركم. كل التوابل اللي انا حطيتها هنزل بيها زي ما هي. طبعا بس هنا هنزل بتوم بودر، ما ينفعش احط توم فريش عشان اعرف ان انا احمره وما يتحرقش مني. اهو. وهبتدي برضو انزل بمعلقه برضو من البيكنج باودر عشان برضو يديني القرمشه بتاعت الطبقه الخارجيه. هبتدي بقى اقلب المكونات الجافه كده مع بعضها، يبقى انا كده عندي مكونات سائله ومكونات جافه. تمام. وابتدي بقى اقلبهم كده مع بعض، واظبط طبعا ملح، لو محتاجه ملح برضو ظبطي ملح. وهجيب زيت مش غزير ولا حاجه. كل اللي انا هعمله ان انا هجيب الاول الكرنبيط، هنزل بيها الاول في المكون الجاف، وده طبعا بيساعد على القرمشه الاكتر. وبعد كده هنزل في الطبق السائل اللي هو فيه الخليط ده. وبعد كده بقى عشان يديكي القرمشة اللي زي الفراخ بالظبط كده، بعد ما تنزلي في الخليط السائل رجعيه تاني في الخليط الجاف
مع انك تمسكي الكرنبيطه كده بعد ما تنزلي بيها في الدقيق، ارفعيها كده لفوق واديها نطره كده، تحسي ان هي هتطلع لك الشكل بتاع الفراخ البروستد دي، اللي هي بتبقى شكلها مقرمش كده. بصوا النطره دي كده، انك تاخديها وتنطريها كده وتنزلي بيها في الزيت. عايزه اقول لكم بقى قرمشه خطيره، قرمشه حلوه قوي بجد، جربوه هتدعولي عليها، بجد حلوه جدا، ما شاء الله على جمالها ولونها. بصوا اللون يعني، وكمان مش هيبان غير لما انزل بيها في الطبق، والطبق بيبقى فاتح فبيبان فيه اكتر. الكرنبيط بيبقى عامل ازاي، بجد تحفه، تحفه جدا ومقرمش. جربيه هيعجب ولادك، وتقدري تعمليه بقى جنبه سلطه طحينه خفيفه كده، وانتي بتعمليه في سندوتشات كده مع الجرجير، تنزلي عليهم بسلطه الطحينه، الله محدش هيشك ان ده كرنبيط ابدا. بصوا شكله عامل ازاي، شكله خطير اهو. بنزل كمان اهو عشان بس الزيت بتاعي ما يتحرقش، ما اسيبش قطع حتت كده ما فيهاش كرنبيط. اخلص بقى باقي الكميه بتاعتي كده وارجع بقى عشان اوريكم الشكل النهائي المقرمش اللذيذ السهل السريع، وقد ايه هو بجد تحفه. وخلاص بقى كده بصوا يعني ما شاء الله، انا كده خلاص هطلعه. بصوا هوريكم بس المنظر في الطبق، بصوا القرمشه اللي بتبقى موجوده، انا لقيتها بس من تحت محتاجه ان هي تستنى شويه. إيه الاهم بقى من كل ده يا جماعه، ان انتوا تسووه كويس جدا عشان يطلع معاكم مقرمش. طبعا الموضوع ده بصوا شكله عامل ازاي، تحفه تحفه. بصوا بخبط عليه، للاسف انا قافله الصوت، بس بجد يا جماعه حلو قوي. جربوه، امشوا على نفس الخطوات هتعرفوا فعلا ان عندي حق، وهيطلع معاكم بنفس الجوده وبنفس الطعم وبنفس الجمال. جربوه وادعوا لي عليه. وزي ما قلت لكم لو حابين تجودوا اكتر ويبقى الطعم احلى واحلى، انزلوا عليها ببيضه في الخليط وزودوا لبن، بس صدقوني مش فارق كتير، انا عاملاه بميه عادي ومن غير بيض، وطبعا طعمه في منتهى الجمال، والتجربه خير دليل. وجربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.